كانت امرأة تمشي مع زوجها بالقرب منهم رجل عجوز مصاب بمرض وحش يجعله يهتز ويتمايل. وأثناء مرور الزوجين سقط قدم الرجل العجوز في حفرة مليئة بالماء العكر، فتناثرت المياه على فستان الزوجة، فصرخت في وجه العجوز: ألا ترى يا حيوان؟ ورفع زوجها يده ونزل بها بكل قوته على الرجل، فسقط أرضا. ونظر الزوجين للعجوز باحتقار، فقام العجوز ورأى الرجل مفتول العضلات قوي البنيان لا يستطيع أن يرد له الضربة بضربة، فتمتم بكلمات لم يسمعها أحد. وظل العجوز واقفا بينما الزوجين دخلا منزلا بالقرب من موضع وقوف العجوز. وعندما كان الزوج يصعد درجات سلم البيت انزلقت قدمه وسقط على رأسه على درجات السلم حتى هبط على الأرض ومات. فصرخت الزوجة وقالت: العجوز أنت الذي قتلته. ونادت أقاربها واجتمع الناس جميعا على العجوز وذهبوا به إلى القاضي وقتها. وقالت الزوجة للقاضي: هذا الرجل ساحرا دجالا تمتم بكلمات، فسقط زوجي بعدها ميتا. سأل القاضي الرجل العجوز وقال له: ماذا حدث؟ قال: سقطت قدمي في حفرة بها مياه لأني مريض وجسدي يرتعش، فاتسخ فستان هذه المرأة فضربني الرجل الذي كان معها ضربة مؤلمة، فقمت لا أرد له الضربة فوجدته قويا، فقلت: يا رب لقد أراني قوته فأرني قوتك فيه. ولم تمر إلا لحظات حتى سقط ميتا ورأسه في الحفرة. فتوجه القاضي للمرأة قائلا: لم يقتل العجوز زوجك، غار حبيبك عليك فصفعه، وغار حبيبه عليه فقتله. كونوا دائما متوجهين إلى الله على من ظلمكم فهو المستجيب. هنيئا لمن يحرص أن لا يظلم أحد.